l'ANAPEC الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كنت شفت واحد البوست في الفيسبوك اللي ما عرفتش واش حقيقي ولا لا من الوكاله ديال انابيك بلا ما نذكر المدينه واسم الشركه، طالبين فيه تكنيسيان سبيسياليزي في الديفلوبمون انفورماتيك يكون متمكن من اللغه الفرنسيه والانجليزيه، والصالير هو 1600 درهم. الحاجه اللي خلاتني اسبوع كامل وانا كنجمع المعلومات اللازمه باش ندير هذا الفيديو، واللي جبت فيه واحد الدري اللي ديجا خدم بهذا الكونطرا باش نسولوه مجموعه من الاسئله باش نتعرفوا اكثر على انابيك، وكذلك جبت معلومات قانونيه اللي غنبارطاجيها معكم في هذا الفيديو باش تعرفوا الحقيقه ديال انابيك وعلاش الشركات كتعجبهم انابيك. في عهد المرحوم الحسن الثاني وبالضبط في 1993 تأسست الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل واللي هي لانابيك، والهدف من التأسيس ديالها هو ربط المشغل بالأجير، يعني الشركات بغاو شباب يخدموا عندهم والشباب بغاو شركات يخدموا فيها، والدور ديال لانابيك هي تلاقي هاد الطرفين. ولكن شنو هو السر اللي كيخلي اغلب الشركات يخدموا الشباب عن طريق انابيك؟ السر هو مجموعة ديال الحوايج اللي غنقولهم ليك في هاد الفيديو. اي شد روحكم مليح. الحاجه الاولى هي انك فاش كتسني شي كونطرا انابيك باش تبدا الخدمه فراه كتبدا على اساس انك ستاجير وماشي موظف او مستخدم. غتقول لي وشنو فيها الا خدمت معاهم كستاجير مادام انني غناخذ السالير ديالي كل شهر؟ غتاخذ السالير ديالك كل شهر، ولكن الشركه ما كتخلص عليك لا ضمان اجتماعي لا سي ام ار لا حتى شي حاجه، لانك في الوراق مجرد ستاجير وما كتسال لا ضمان اجتماعي لا تغطيه صحيه. الحاجه الثانيه هي ان لي سالير في كونطرا انابيك كيبداو من 1500 درهم حتى ل 6000 درهم، واللي نادرا فاش كيكونوا دي زوفر بهذا السالير، وحتى الا كانوا فراه كيكونوا الشروط ديالهم خياليه. وبلا شك هنا غيكون جا في بالك واحد السؤال، غتقول لي ياك السميك اكثر من 3000 درهم في المغرب، علاش كاينين فرص عمل بكونطرا انابيك ب 1500 و2000 و2500 درهم؟ الجواب بكل بساطه هو انك في الوراق مجرد ستاجير، والقانون ديال الحد الادنى للاجور كاع ما كينطبق عليه. والحاجه الثالثه اللي كتخلي الشركات يبغيو انابيك هو ان الحد الاقصى اللي يمكن يخدم اي شاب كونطرا انابيك هو عامين. ما يمكنش لك تفوت عامين مع شي شركه بكونطرا انابيك، يعني هذه حاجه مزيانه للشركات. فاش غتسالي عامين ديالك غيقولوا لك باللي سالات المهمه ديالك معنا تقدر تمشي في حالك، اولا في حاله الا عجبتيهم وبغاو يكملوا معاك فراه لابد منهم انهم يسنيو معاك كونطرا سي دي اي او لا سي دي دي، واللي ما غتبقاش ستاجير في الوراق وغيوليو يخلصوا عليك الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه والسي ام ار. وواحد الملاحظه بسيطه، الا وصلتي للحد الاقصى ديال العمل بكونطرا انابيك واللي هي عامين وما بغاتش الشركه اللي انت خدام فيها تزيد معاك، فراه ما يمكنش ليك تخدم بكونطرا انابيك مره اخرى. فوقاش عندك الحق انك تخدم بكونطرا انابيك مره اخرى؟ هي الا كنتي ما كملتيش 6 شهور مع الشركه اللي انت خدمتي فيها، مثلا خدمتي غير 4 شهور او لا غير 5 شهور، فديك الساعه ممكن تمشي لشركه اخرى وتعاود تسني معاهم كونطرا انابيك. مثلا عندنا احمد وعندنا محمد. احمد خدم مع الشركه ديال بونج 4 شهور وما عجباتوش الخدمه وخرج. محمد خدم مع الشركه ديال بلاستيك اكثر من 6 شهور، يعني 7 شهور او لا عام ونص، عاد خرج من الخدمه. في هذه الحالتين فراه احمد هو اللي عنده الحق يخدم بكونطرا انابيك مره اخرى، ومحمد ما عندوش الحق حيت فات 6 شهور مع ديك الشركه الاولى. كنظن دابا كلشي فهم كونطرا انابيك. وباش نتعرفوا اكثر على هذا الكونطرا غنسولوا الدري اللي دويت لكم عليه في المقدمه ديال الفيديو واللي ديجا خدم بهذا الكونطرا هذه، غيعاود لينا على التجربه ديالو مع هذا العقد. تفضل اخويا عاود لينا على التجربه ديالك، عاود لينا اي حاجه كتعرف على انابيك. السلام عليكم خي، هاني بخير. المهم نعاود لك التجربه ديالي انا مع كونطرا انابيك. واحد النهار كنا دايزين انا وشي دراري عشراني من قدام لاجونس ديال لانابيك، دخلنا كنسولو واش كاينه شي خدمه ولا شي حاجه. المهم لقينا واحد الدريه في الريسيبسيون عطاتنا واحد الورقه نعمروها فيها المعلومات، النمره ديالك، السميه، الكنيه، النيفو ديالك ديال المدرسه. صافي قلت لنا راه كاينه واحد الشركه ديال الكابلاج راه طالبين بنادم، صافي سيروا تنعيطوا ليكم. مشينا دازت شي 5 ايام بحال ما هكاك، عيطوني هنا جينا دخلنا لواحد البيرو كبير لقينا شي 30 ديال بنادم بحالنا تا هما دافعين. جا واحد السيد لايراش، هو لايراش ديال ديك الشركه ديال الكابلاج، جا بدا تيشرح لينا فواحد الطابلو الكونطرا غتكون فيها عامين، الخدمه كيفاش غتكون، داكشي كامل على الخدمه والوثائق اللي غادي تجمع. بالنسبه للوثائق راه شي حاجه ساهله، راه كاع الخدامي كيطلبون سميتو حسن السيره داك ديال البوليس، خص تكون فيه لا شيء، تصويره ديال الصدر، فوتوكوبي ديال لاكارت، تصاور، وفوتوكوبي ديال سميتو ديال النيفو ديالك ديال المدرسه، واش عندك باك، نيفو باك، كطريام،
ديبلوم، المهم اي حاجه كتبين راك قاري مقاليزي صافي. هادو هما الوسائط. وبالنسبه للكونطرا يكون المده ديالها عامين وكيقولوا لك الا فتي 6 شهور من نهار بديتي سنيتي الكونطرا، الا فتي 6 شهور ما كتعاود مثلا وخرجتي من ديك الخدمه ما عندكش الحق تعاود كونطرا انا بيك مره اخرى، عندك غير مره واحده. الا مثلا لا خرجتي مثلا ضربتي 3 شهور خرجتيها، ديك الساعه عندك الحق تعاود كونطرا انا بيك، ولكن كتنقص لك ديك 3 شهور من ديك العامين، فهمتي؟ بلا كتنقص لك 3 شهور راك ديجا خدمتيها في بلاصه اخرى. المهم هذا هي كونطرا انا بيك، كاع المعلومات اللي عليها. كيف سمعنا فراه الدري عاود لينا على التجربه ديالو كامله مع انابيك. هادي في حالتك كنتي بغيتي تخدم مع شي شركه بهذا الكونطرا، فراه تقدر تستافد من التجربه ديالو. وحنا راه ماشي ضد او لا مع العمل بهذا العقد هذا، ولكن كنوضحوا الامور باش اللي بغى يخدم بهذا العقد يكون عارف جميع المعلومات عليه. وحتى لهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.